وأصبح عليكم بالخير من مطبخ بنت الهاشمي اللذيذ. بسوي معاكم سباجيتي. اليوم مشتهين سباجيتي، بسويها بطريقتين، الطريقة الاعتيادية وآخر شي بشيل منها وبسويها بطريقة ثانية. تابعوا معاي الوصفة. تقريبا هذه مقاديري اللي تشوفونها أمامكم. الباستا ماكروني سباجيتي، جبن وكريمة هذه حق الوصفة الثانية، وطبعا اللحم المفروم، صلصة الطماط، أحتاج معجون طماط وبهارات، وعندي هني الحين أصور لكم البصل والثوم والفلفل البارد والفلفل الحار، هذا راح ينضرب بالفود بروسيسور وينحط على اللحم. شوفوا يا جماعة الخير، عندي هني فلفلة باردة وفلفلة حارة، بصلتين وراس ثوم، هذا كله بينضرب بالفود بروسيسور. أبيه مفروم فرم خشن نفس المعبوش يعني، عرفته؟ وهذا بحطه على اللحم بعد ما نحمس اللحم ونحط عليه البهارات. شوفوا فرمت البصل مع الفلفل البارد والثوم والفلفل الحار كذي أبي. أوكي، بس الحين نبدي وصفتنا. أول شيء بسويه بحمس اللحم المفروم. طبعا أنا عندي هني لحم جاهز مفروم ومتبل، احنا مسوينه حق كفتة، انتوا استخدموا اللحم المفروم العادي، هذا متبل في بصل وفي بقدونس، عندنا زايد فبستخدمه، بس مو شرط تستخدمون هذا اللحم، اي لحم مفروم انتوا تفضلونه. بحمس اللحم اول شيء على نار عالية لين يتقلى، بعدين نبدي نحط البهارات والخلطة اللي سويناها، البصل والثوم والفلفل. شوفوا الدهن اللي طلع من اللحم، انا ما ضفت دهن كلش، تشوفون هذا كله طلع من اللحم. نحمس للحمة لين تقلى. اوكي، بعدين احط البهارات، معجون الطماط والبصل والخلطة اللي سويتها. طبعا انا كميتي كبيرة لان بسوي كيس ونص سباجيتي، تقدرون انتوا تسوون كمية اقل، انا قلت لكم انا بسوي وصفتين فراح اقسم الكمية على قسمين. نبدي نحط البهارات. اول شيء قفشة كبيرة من الكزبرة، فلفل اسود، بهارات ايطالية، اي بهار متوفر عندكم، اوريجانو، تايم، اي نوع بهار ايطالي انتوا تحبونه. حطيت شوية فلفل احمر. اوكي، الحين بوخر اللحم كذي على صوب وبحمس معجون الطماط قبل لا نحط الصلصة اللي سويناها اللي هي البقدونس او الخلطة عفوا اللي سويناها، ضروري المعجون ينحمس. راح احط معجون الطماط ينحمس شوية، بعدين انزل البصل والفلفل والثوم. طبعا انا مسوية معاكم سباجيتي قبل هالمرة، وكل مرة اسويها بطريقة مختلفة، كل الطرق لذيذة. مست المعجون بروحه، الحين عادي نخلط مع اللحم، وبضيف زيت زيتون، احنا ما حطينا دهن كلش، الدهن اللي طلع هذا كله من اللحم، واذا تبونها صحية لا تحطون زيت كلش، تقدرون تكتفون بشي يسمونه بالدهن اللي يطلع من اللحم. اوكي، حطينا زيت الزيتون، وبنزل الحين الخلطة اللذيذة اللي سويناها اللي هي عبارة عن بصل وفلفل حار وفلفل بارد وثوم. نحمس الحين كل شيء على بعض، من تطلع عندي ريحة البصل ويذبل شوية وينحمس أضيف صلصة الطماط، يا تضربون طماط جاهز، طماط فريش عفوا، تضربونه بالخلاط، أو تحطون صلصة الطماط الجاهزة اللي تفضلونه. أريد وأقول أنا كميتي راهية لأن بسوي كيس ونص سباجيتي. ريحة الحمسة عجيبة تبارك الرحمن. ملح ما ملحت أنا، وأريد أقلب بس يتقلى عندي البصل
دير بالكم لا يحترق اللحم. بس تقلى عندي البصل انزل صلصة الطماط ونخليها تطبخ 10 دقائق الى ربع ساعة لين الصلصة تتسبك عدل. اوكي، عندي هني صلصة طماط جاهزة او ضيفوا طماط مضروب بالخلاط. بزيد بعد شوية مو كافي. صلصة الطماط واقلب. بس بضيف شوية ماي وبغطي الجدر وبتركها تطبخ مو اقل من 10 دقائق الى ربع ساعة. اوكي، ابي الصلصة هذه تتسبك عدل، ابي الدهن يصعد فوق. شلون تدرون ان الصلصة تسبكت؟ الدهن يصعد فوق. اوكي، بعدين نضيف المعكرونية الباستا. في ناس بهذه المرحلة يدخلون الفرن يخلونه ساعة يتسبك على راحته بالفرن، ساعتين. انا لا والله على الشولة اسويها. نضيف الماي وبس، نقصر على النار ونغطي الجدر. لما يتسبك عندي الصوص بسلق المعكروني على ما يتسبك عندي اللحم مع الطماط. اوكي، هذه المعكرونية السباجيتي بسلقها بماي وملح فقط. شوفوا الباستا استوت، الحين اشخلها من الماي. اوكي، واحطها على حمسة اللحم اللي سويناها. شوفوا معاي شكل صلصة اللحم. قلت لكم شلون ندري انها تسبكت؟ لما الدهن هذا كله يصعد فوق. اوكي، طبعا انا ودي ازيد تسومتها شوية، فبحط شوية تقدرون تحطون زبدة او زيت. انا حطيت زيت زيتون، بس بحط شوية زيت بعد على صوص اللحم. اذا حسينا ان الصوص ثقيل نزيده من ماي فوح الباستا. احط شوية زبدة بس. ننزل الباستا على صلصة اللحم اللذيذة. بسم الله، ننزل الباستا على صلصة اللحم. طبعا واضح ثقيلة فبزيدها شوية من ماي فوح الباستا. حطينا الباستا، حطي لا تشخلين، انا ابي ماي، لا تشخلين، حطيه بعد. ابوي المنظر، عوار قلب صح؟ زدت شوية من ماي سلق الباستا. شوفوا، وخليها الحين تطبخ مع اللحم كذي دقيقتين 3 دقائق وخالصين. بشيل نص الكمية اقدمها مباشرة وبس. هذه هي الاسباجيتي بالطريقة العادية. ونص الكمية بقول لكم الحين شنو بضيف لها. لازم تشوفون معاي هذا المنظر اللذيذ، المنظر اللي يعور القلب. بس السباجيتي بالطريقة التقليدية جاهزة. اوكي، هذه نقدمها مباشرة. وبنات جربوا طريقتي بالسباجيتي، ترى لذيذة 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 والله. عندي واحد من اخواني يعني من كثر ما ان طريقتها قوية يمكن يوم ترك يطلبها مني. تكفين، ما احب سباجيتي ثانية غير مالتك، ما ابي اطلب من برا، سوي لي. فعلا لذيذة يعني كذي بروحها تينن وايد لذيذة. والحين بعد مع الاضافات اللي بحطها ألذ وألذ. بس بشيل نص لأنه يبونها بالطريقة التقليدية. اوكي، نشيل نص السباجيتي نقدمها، والنص الثاني الحين اقول لكم شنو نسوي فيه. وهذه الوصفة الأولى جاهزة. يلا ننتقل حق الوصفة الثانية. اللي بقى من السباجيتي راح أضيف عليه 1.5 كوب كريمة. يمكن ما جربته من قبل كريمة مع لحم مفروم، ترى الطعم خيالي وايد لذيذ. وبضيف
جبن سائل، يعني كذا قاعدين تاكلون بشاميل على سباجيتي، كذي طعمها. بس خل اضيف الجبن. هذا الجبن الكريمي، نضيف كمية لا باس فيها. اوكي، هذه عاد حق الناس اللي يبون شيء كذي جرامي ولذيذ. بحط شوية جبن مبشور بعد. اوكي، ونحرك ونخلي السباجيتي تطبخ مع الكريمة كذي بو 3 دقايق بس تثقل الكريمة، نطفي النار. اوكي، طعم مختلف يعني، فيها كريمة وجبن، فتعطيكم إيحاء أنها بشاميل على سباجيتي على كذي شيء وايد لذيذ. شوفون المنظر المؤلم والطعم. طبعا ما أقول لكم تقدرون تسوونها على طول نفس طريقتي، لا تشيلين منها بالطريقة التقليدية، بس لأن أنا يبونها بالطريقة التقليدية فعلشان كذي شلت منها شوية. ولا كذي بنات مع الكريمة يبوي طعم، ايش اقول لكم، خطير. شوفوا ما له داعي يتكلم عن الطعم اصلا، بروحه هو يتكلم. وحالاتها فيها صوص، ما نبيها ناشفة، بس 3 دقايق تثقل الكريمة ونطفي النار. بس الطريقة الثانية ايضا صارت جاهزة. شوفوا الكريمة شوية نشفت. اوكي، بس مو ناشفة، لا فيها صوص، هي حالاتها كذي فيها صوص. نقدمها ونزينها بالبرمزان او اي نوع جبن مبشور وبالعافية. ويلا بسم الله نقدمها. حارة لا يحرقني البخار. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الجمال. وخلصت وصفات اليوم الناطعة واللذيذة. بس بزين هذه برشة برمزان، رشة كذي غنية، وهني ومليون عافية. وهذه الوصفة الثانية جاهزة. ويلا ننتقل إلى مائدة الطعام، فقرة التذوق. وما شاء الله تبارك الرحمن، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. هذه أطباقنا لهذا اليوم. أتمنى حبيتوا الوصفة وتجربونها وتقولوا لي رأيكم. الحين مع الفقرة اللي ناطرها الشعب كله، فقرة التذوق. يلا بسم الله. بحط من النوعين صراحة، باكل من هذه وباكل من الثانية. هذه الإجرامية، هذه الغرقانة. تشوفون يا جماعة الخير ولا ما تشوفون؟ يلا نذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وجبة النتفة المفضلة، تموت على السباجيتي، تعشقها. واخوي طبعا من كثر ما يحن يقول لي سوي سباجيتي، كرهتها. اقول له خلاص بس غير، وايد انا اسوي طبخات مو بس سباجيتي، ما يحب الا السباجيتي. بعد العادية رهيبة. الحين نذوق الثانية اللي بالصوص الكريمي، مع ان هذه من مقاديرها مبين ايش كثر لذيذة، ما له داعي نذوق يعني. بسم الله. أبي الطعم يا جماعة الخير، اتينن. بس أنا زايدة الفلفل شوية وحارة، بس خيال تينن. يبيلها شوية شنو، دقوس بوديتش وبيبسي فول ثلج. اليوم ماكو بيبسي، كولا. شنو ذقتي أول شيء؟ اللي بصوص الكريمي. ايش رايك؟ تينن. دقوس بوديتش وهني ومليون عافية. وبس والله خليكم، أتمنى استمتعتوا معاي ببث اليوم. انتهى البث لهذا اليوم، نلتقي باكر إن شاء الله. باي باي. ليش ما يسوي فوكس؟
لحظة، اي كذي فوكس تشوفون شيئات. يلا باي.